السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابني عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة وسوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن. انصر اخواتنا واهالينا في كل زمان ومكان، واجعل يا رب مصر دايما بلد الامن والامان، وابعد عنا شر ابو حن. في حاجة يا ابويا؟ ما فيها يا ابني انت. شكرا. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير. الجو اللي احنا بنعيشه حاجة غريبة، يعني تلاقي الصبح حر، تلاقي بالليل ساقعة، تلاقي في نص النهار كده حبة ساقعة وحبة سخنة، تلاقي أول يومين في الأسبوع حر، تاني يومين في الاسبوع ساقعه، تحس ان انت عامل زي الزبادي، عمليه البسطره، بنسخن الزبادي وبعد كده فجاه نصدمه نديله حبه ساقع فيتبسطر. واي حاجه بقى عايز تعقمها بتعمل نفس الكلام. فاحنا يا جماعه احب ابلغكم واقول لكم ان احنا في عمليه البسطره. يا رب الناس بتوع الصيف يبقوا مرتاحين، يا رب تبقوا مبسوطين معانا وفرحانين. انا خلاص بقطع نفس، انا بقطع نفس خلاص. مش عارفه هو فين الصيف ده، فين الشتاء، قصدي فين الشتاء بالله، فين الشتاء بالله عليك. جه 3 ايام باين لك، هم 3 ايام، احنا شتينا 3 ايام بس، غير كده ما انا ما شفتش حتى المطره. انا مش عارفه هو ربنا غضبان علينا ولا ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. نيجي بقى للصيف وبلاوي الصيف واللي بيحصل في الصيف وحر الصيف وامراض الصيف واوبئه الصيف. كل دكاتره الاطفال عمالين يحذروا على صفحاتهم من فيروسين، الجدري المائي والهربس. عمالين يقولوا خلي بالكم يا جماعه الهربس شغال، خلي بالكم يا جماعه الجدري المائي شغال، الاطفال نبعدهم عن اماكن الزحمه، الاطفال ما حدش يبوسهم، كفايه بوس في الاطفال، كفايه بوس يا جماعه في الاطفال، خلي بالكم مش عارفه ايه. المدارس من حوالي كده اول اسبوع في رمضان ظهر في مدرسه في العمرانيه كذا حاله للجدري المائي. المدرسة عقمت المدرسة وادت الولاد اللي هم الطلبة دول اجازة، والدنيا مشيت. قالوا لا طب لازم تجيبوا لنا شهادة مرضية. طيب نجيب منين شهادة مرضية؟ قال لك والله انا ما اعرفش، ده طلبات الاسياد، قصدي طلبات الوزير انك تجيب شهادة مرضية. بدأت المدارس تانية تظهر فيها حالات جدري مائي وحالات كتيرة. فانا مش ما الهربس صراحة ما سمعتش عنه في المدارس. دكاترة الاطفال بيقولوا ان هو منتشر بين الاطفال الصغيرين في الحضانات وكده، لان الاطفال الصغيرين دول بيبقوا مناعتهم ضعيفه شويه ودايما بيتباسوا. يعني ده تلاقي عيل صغير ما بتسيبوش في حاله، تفضل ماسكه ما بترحمهوش. فلكن الكبار يعني هيبقى صعب يتنقلهم. بس اللي انا سمعت عنه في المدارس وشفته حالات كتير هو الجدري المائي. حد بقى من الحالات اللي هو جه اصابه عندهم في المدرسه جدري مائي. المهم ابنها اتصاب، فراحت المدرسه قالت لهم انا ابني جاله جدري مائي دلوقتي وهو يقعد في البيت. قالوا لها لا طيب لازم تجيب لنا شهاده مرضيه. قالت لهم طيب انا هجيب لكم شهاده مرضيه من الدكتور بتاعه. قالوا لها لا لازم من مدرسه من مستشفى حكوميه. قالت لهم طيب انا مش هودي مستشفى حكوميه. قالوا لها لا ده شرط ان الطلاب تقعد في البيت. لا خد بالك بقى هو مش هيقعد في البيت، هي بعد لما تجيب الشهاده المرضيه من مكان حكومه ايه اللي هيحصل؟ قال لها يجي المدرسه ويقعد في غرفه العزل. قالت له يعني ايه؟ قال لها احنا مش هنكتبه غياب، ماشي مش هيقعد في الفصل بس هيقعد في غرفه العزل. قالت له يعني ايه برضه؟ قال لها على اي لجنه او اي حد يجي يفتش فيلاقي الطلبه كلها موجوده في اماكنها ومحدش مش موجود. يعني انا طفل صغير في سنه رابعه ابتدائي اقعده في غرفه واقول له معلش انت هتقعد في غرفه العزل؟ هو مش فاهم يعني ايه غرفه العزل، هو ليه مش قاعد مع زمايله وليه مش قاعد في الفصل بتاعه؟ وانا بدل بقى ما عنده جدري مائي يبقى عنده جدري مائي وعنده حاله نفسيه من انه منبوذ قاعد في غرفه لوحده. ايه غرفه العزل دي؟ مش كان زمان اسمها غرفه الفيران؟ انتوا عاملين في مدارس غرف عزل ليه؟ خير يعني ما التعبان ما يروح يقعد في بيتهم. هو انتوا قابضين على العيال يا جماعه؟ واحد تعبان عنده فيروس بينتشر بصوره مش طبيعيه، الجدري مالي المدارس، الهربس مالي الحضانات زي ما بيقول. خلينا نسيبنا من الهربس ونتكلم في الجدري اللي مالي المدرسه. هل يعقل ان طفل تعبان او طفله تعبانه اروح وتخليهم يروحوا المدرسه عشان خاطر سياده وزير التربيه والتعليم لما يجي يفتش يلاقي العيال في اماكنها؟ هل يعقل ان عيال تعبانه بدل ما تقعد في البيت ترتاح
انزلها واروح اوديها المدرسه، بدل ما يبقى عندي حاله ولا اتنين في البيت معزولين، يبقى عندي 10 و20 حاله في المدرسه، يروحوا يقعدوا اخواتهم، يروحوا يقعدوا اصحاب. هو في ايه يا جماعه؟ هو احنا محكوم علينا بالحبس جوه المدارس ولا ايه؟ وطالع لك بقى الحاج حموكشه وزير التربيه والتعليم مع الحاج مصطفى وزير الوزراء، يقول لك ايه؟ السنه دي بتشهد اكبر نسبه اقبال على المدارس. اكبر مني يا حبيبي؟ اكبر مني عينيا بس عشان مش واخده بالي. قال لك نسب الحضور بتعدي ال 85%، بتعدي ال 85%، كمان 85. يا راجل يا راجل، عيب بقى، عيب بقى بالله عليك والله العظيم يا جماعه. ارفعوا الغياب من المدارس للتعبان، يعني اللي يتعب قولوا خلاص اقعد في البيت. انت عندك جدري، مش فيه زائره صحيه في المدارس، في دكتوره في المدارس. ما المفروض الدكتوره دي هي تبقى الفيصل، ما تجبرنيش ان انا اروح اكشف في مدرسه حكوميه، في مستشفى حكوميه. اجيب منين مستشفى حكوميه انا اروح اتبهدل بواحد عنده جدري؟ حد يقعد يقول لي لا اقعدي بالتعبان ده ولا مش عارف ايه؟ ما تخلوا الناس تكشف مكان ما تكشف، ويبقى الفيصل عندكم الدكتوره اللي قاعده في المدرسه، ولا هي قاعده بس عشان اللي عنده مغص تديله بتاع، واللي عنده واوا تقول له معلش وانا عايز افهم يعني. المدارس اللي يظهر فيها حالات جدري اقفلوها يا جماعه. المدرسه اللي في العمرانيه قفلت اتعقمت، يظهر حالات تانية يا جماعه اقفلوا المدارس، ولا خلوا العيال تقعد براحتها في البيت. عندك مشكله؟ لا اقعد في البيت خلاص. لكن العبط اللي احنا شغالين فيه ده انا مش فاهمه. خلي بالكم ان الجدري بقاله سنتين عمال يجي بصوره كبيره جدا وباشكال كتيره وباعراض جديده. يعني عندنا مشكله نقعد في البيت ونحلها. هو احنا كده كده الله اكبر ما بنستفادش حاجه من مدارسكم، فما تجبروش العيال التعبانه ان هي تنزل. انت راجل غريب والله العظيم. الاولويه عندك لان انت بس قرارك يتنفذ، الا وهو ان انا حكمت على الناس ان هي تنزل حتى في رمضان. طب عايز اقول لك والله ان انت راجل بق ليه بقى؟ ده على جروب الامهات كل يوم يا جماعه. مين رايح بكره؟ لا والله احنا هنريح النهارده، لا احنا هنريح النهارده وبكره ان شاء الله ننزل. ومن اول رمضان عمالين يتعازموا على بعض، ما نزلوش غير يوم التقييمات اللي هو 4 ايام. فانت بتكلم مين انت؟ ما احنا اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، وما بيودوا العيال المدرسه بس يعني رفاهيه منهم، لكن ما تبقاش تغصب على اللي تعبان او اللي مش قادر يروح المدرسه انه يروح المدرسه علشان خاطر حضرتك حاطط لي قرار ان يا تجيب لي كشف من مستشفى حكومي، يا اما مش هتاخد اجازه. ما يبقاش الدكاترة عمالة تحذر وعمالة تقول يا جماعة بلاش الأطفال اللي تعبانة تنزل تروح مدرسة، بلاش الأطفال التعبانة تنزل تروح حضانة علشان الأطفال سهل تعدي بعض، وانت حضرتك عامل ودن من طين وودن من عجين. انت لا نافع في تربية ولا نافع في تعليم. هتقولي لا نافع في تربية، زي اقول لك البلاوي والكوارث اللي عمالة تحصل كل يوم في المدارس والحوادث، وطلاب يقطعوا وش بعض بالمطاوي، وعيال بتروح المدارس بمواس، وعيال متجوزه عرفي وعبط، يعني ما بعده عبط. فين بقى؟ فين التربيه؟ فين وفين التعليم؟ فين قول لي.